هاد الدريس الراضي وكون كان شي نظام اخر ديال العبابو نجح ولا هو اللي تيحكم المغرب، ولا نظام داك المنبهين اللي كتسميوه نتوما بوحمارك وكان هو نجح في داك التمرد ديالو مثلا، والسلطان ديال السلطان اللي كان هنا ما ساعداش فرنسا وغلب وتغلب، ولا مثلا اللي كتقولوا نتوما بوحماره هو داك الزرهوني المنبه شي حاجه سميتو بحال هكا. واش غادي يكون هاد الدريس راضي بهذا الشكل هذا؟ القياد والبشوات ديال المنطقه كانوا في كل عيد كيصبحوا على دريس. الموظفين ديال المنطقه والقياد والبشوات كانوا كيصبحوا على دريس وتيقرا نصرك مولاي، وتيقرا زعما تاع الولاء والطاعه. واش اللي تعطي الولاء والطاعه واش خصو يكون شفار؟ خصو يكون مجرم؟ انت ملي غادي تعطي الولاء والطاعه للملك البلاد واش غتكون شفار؟ علاش زعما كاينه زعما حميوني انا شوف انا موالي لكم؟ وهذا هذه دوله القوالب، هذا المغرب دوله القوالب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. العنوان ديالنا هو من يتستر على جرائم أولاد الراضي، من يدعون أنهم أولاد الراضي. باش غنبداو؟ إلا جانا نذكروا الجرائم ديالهم، جرائم لا تعد ولا تحصى. جرائم أولاد الراضي لا تعد ولا تحصى. أنا مثلا إنسان عشت في هذه الدولة المغربية، عشت فيها يعني عمر كبير، يعني راه 49 سنة غادي نقولوا حنا، واحد 34 سنة أنا واعي، وسمعت قصص وسمعت أحاديث وسمعت يعني تجربة ديال شي ناس، التجربة ديالهم ما كانتش أنا ما عمري ما سمعت بها. التجربه ديال هاد الجرائم ديال هاد العائله ما عمري ما شفت بحالها، ما عمري الا في الافلام. الا جينا نعدوا لكم الجرائم اللي كيدوروا يعني والجبروت كيفاش فين وصلوه ما غاديش تصدقوني. سمعوا الاخوان، غنبدا لكم بواحد القضيه كانوا تيديروها القياد والبشوات ديال المنطقه نهار العيد الكبير. القياد والبشوات ديال المنطقه كانوا في كل عيد كيصبحوا على دريس. الموظفين ديال المنطقه والقياد والبشوات كانوا كيصبحوا على دريس قبل صلاه العيد. الا كان عيد ديني قبل الصلاه، ولا كان عيد وطني قبل ما تكون يحضروا شي خطاب ولا شي حاجه. هذه من بين الخروقات اللي ما خصهاش، يعني من بين الخروقات اللي اللي خروقات الموظفين. ثانيا، العائله الوحيده، اسمعوا مزيان، العائله الوحيده اللي ما كينزلوش، اسمعني مزيان، العائله الوحيده اللي ما كينزلوش تصاورهم في السوشيال ميديا، في الفيسبوك ولا في انستغرام، ملي كيكونوا حاضرين في حفل الولاء. ملي تيكونوا حاضرين في حفل الولاء ما تيحطوش تصاورهم وكيفتخروا. عدد ديال الموظفين وعدد ديال المعينين وعدد من الاعيان عدد كبير ديال الاعيان ملي كيكونوا تيحضروا حفل الولاء كيحطوا تصاورهم وكيفتخروا. ما كاين اللي فيهم يعني انسان تيكون يعني تيخالف القانون، يعني ولا تيكون تيبدد المال العام او لا تيختلس ولا هذا، ولكن ملي كيكون في حفل الولاء يعني كيفتخر بديك الصوره، بديك الجلابه البيضاء وبداك الطربوش وبداك الجلابه البيضاء، ويعني راه في القصار هما ولاد الراضي الوحيدين. بلغني هما قالوا لواحد السيد كيفاش حنا ما يمكنش الولاء نعطيو شي واحد، الناس تعطينا حنا الولاء، حنا الناس كتعطينا الولاء، ما يمكنش نعطيو حنا الولاء لشي واحد. ثالثا، واش كتعرفوا ان دريس الراضي عنده مقابل مدينه. دابا مثلا مدينه سي سليمان عنده في المجال الحضاري من حي الخير عنده 300 قطار، وعنده 200 قطار في الخارجه ديال سيدي حيا، اللي دخلت هي المجال الحضاري. واش كتعرفوا بان يقدر يجيب يسكن
يسكن الناس من الباديه اولا من شي بلاصه يجي يسكنهم في الملك ديالو اللي هو ملك ما عرفناش منين جا. كيفاش الانسان غادي يملك 200 و 300 قطار داخل المجال الحضاري ويسكن فيهم ناس؟ اسمعوا مزيان، يسكن فيهم ناس ويبقى يدوز هو في الانتخابات وتولي عنده تولي يبقى يدوز هو في الانتخابات. هذوك الناس اللي غيكونوا تحت يعني تحت دوك السكان دوك يكونوا تحت يعني ساكن في بلاد وهذا يكونوا يعني تحت الامره ديالو. وعليكم السلام خويا محمد. يكون عنده هذوك الناس يعني تيصوتوا عليه وكذا ويقدر يستغنى على المدينه ويدوز ويدير ما بغى في البلاد. ثالثا غادي نقول لكم الخطير في الامر. الخطير في الامر جاو موظفين من الهولدينغ الملكي، جاو بغاو يكريو الاراضي السلاليه بواحد المبلغ. اسمعوا مزيان، شوفوا القوه، شوفوا الجبروت فين وصلوا. جاو موظفين ديال الهولدينغ الملكي، جاو بغاو يكريو البلاد من عند الاراضي السلاليه بواحد الثمن، واحد السمه مرتفعه. ناض سيدهم دريس اللي هو كيدعي انه امبراطور الغرب وانه ملك الغرب، جمع الناس وحرضهم ومشاو دوك الموظفين بحالهم. والغريب في الامر شنو هو؟ الغريب في الامر تشدوا بعد دوك الناس واعترفوا في محاضر رسميه على ان كان تحريض من حرضهم دريس الراضي اللي هو دريس الزيو اللي مسمي راسو الراضي، وما داروا له حتى حاجه. وهذا دريس الراضي حرض بعد البلطجيه ديالو. يعني احتجوا ويعني قال لك جاتو الغضبه حتى دار هذا التصرف. اما ديك الجرائم كلها كان هذيك الجرائم كلها اللي كان تيديرها ما عندوش مشكل. اللي كان تيديرها ما كيظلمنا حنا وكيسدنا المنافس ودمر المستقبل ديال المدينه، ما عندهمش مشكل. عندهم مشكل هما تطاول على الموظفين ديال الهولدينغ الملكي باش جاو يكريو ديك الارض بواحد بواحد السمه مرتفعه اللي هي 6000 درهم. هو كيكريها ب 500 درهم، كيستغلها بالنفوذ ديالو بالقوه ديالو. والقوه ديالو منين استمدها من النظام وتيبقى يطاول على النظام. السلطه ديالو والقوه ديالو حيت هو كشخص ما عندوش جينات مثلا ديال الزعامه ولا ديال القوه اللي غنقولوا نقدروا جدودنا كانوا تيخافوا من جدودو او لا والدينا كانوا تيخافوا. ظهر هو استمد القوه ديالو من النظام وطاول على النظام. وهذه نقطه تنحسبها له انا، برافو ليه. انا كنهضروا على حقنا على حساب الدراري، غنمشيو نوقفوا في النيابه هذيك المديريه ديال التعليم، وتيسد الراديو تيقول لهم الو كاين هنا التحريض. ملي شافني انا قال الو كاين هنا التحريض. اسمع انا كنهضر على حقي. ودريس الراضي اللي جاب واحد العدد كبير ديال الناس ديال البلطجيه وطاولوا على الموظفين ديال الهولدينغ الملكي اللي كانوا بغاو يكريو الارض بواحد السومه معقوله اللي هي 6000 وقيله ولا 5000 ولا 6500 درهم. ازراو عليهم وتيشدوا الدرك الملكي، كيلقاو تيشدوا الناس اللي كانت محتاجه بعض الناس وكيعترفوا في محاضر رسميه بان دريس الراضي هو اللي دفعهم وما وقع له والو. وانا مشيت للمدرسه كنهضر على ولدي اللي كنعرضوا 4 المرات، كان عندي 2 ولاد كنعرضهم 4 المرات للخطر الي وروتور قلت لهم نعرضوا مره للخطر يمشي ويجي والمسافه بعيده، الا بغى يمشي من المدرسه تيدير 25 دقيقه حتى 26 دقيقه. هو تيجي الموظف حدايا وكيهز صونفيل وطاح في يدي هذا الموظف هذا، ولكن رحمته لوجه الله. شفت حوايج اللي يديرهم اللي يشوفهم المدير العام ديالو هذا، وانا بغى يرسلني للحبس رغم اني كنهضر الحقي. وهذا دريس الراضي اللي تفتحوا محاضر رسميه وما درتوا له حتى حاجه. نزيدكم الغريب في الامر. القرض الفلاحي كيسال دريس الراضي 8 المليار. تخيل 8 المليار ما حجزوا له على حتى حاجه. 8 المليار ما حجزوا له على حتى حاجه. ولو كان المواطن كنعرفوا ان تيستلف غير من القروض الصغرى، تيقترض غير من القروض الصغرى 5000 ولا 6000 درهم يخلص، ولا يقدر يخلص الاولى والثانيه والثالثه وما يقدرش القرض الفلاحي كيسال دريس 8 المليار. ومواطن تيستلف من القروض الصغرى 5000 او 4000 او 3000 ولا 6000 درهم ما تيخلصش، تيجيو يحجزوا له في الدار وخيلقاوه. سمعوا مزيان، وخيلقاوه عنده شاري غير تلفازه وخيكون شاريها حتى هي بالكريدي يحجزوها له.
ودريس الراضي تيسالو 8 المليار قتل الفلاحي. عدد كبير ديال الموظفين، عدد كبير ديال المدراء جهويين خرج عليهم. واحد النهار قال لي واحد السيد صاحبي قسما بالله العلي العظيم، وداك صاحبي منثق به مزيان، قال لي كان عنده علاقه به، دابا نقول لكم كيفاش كانت عنده. قال لي قسما بالله الا دخل ديك سامسونيت ديال الفلوس ديك اللي كتجر، اللي كنبغيو نعمروا اتريكوات وسراول ما تنقدوش حنا، اتريكوات وسراول وغارب تنبغيو نسافروا وما تيبقى لنا النص خاوي. قال لي ندخلها عامره، سمع مزيان، قال لي دخلها عامره، قال لي 3 السوايع البنت كتحسب بالماكينه ولا 4 السوايع. وقال لي كان جالس قال لي انا جالس كنتسناه وتيهضر مع المدير العام، المدير ديال ديك الوكاله ديال القرض الفلاحي، وعمر هو شي دعم ولا عمر شي كريدي ولا عمر شي دعم، وخرج تيقول للمدير لا يا سيدي الحاج راه بزاف والله العظيم. قال لي تيقول له بزاف، تيقول له قلت لك عمرها صاحبي، قلت له انت ماشي شغلك، مصايبه له الطريق الفوق، قلت لك عمرها صاحبي. تيقول له قلت لك عمرها صاحبي، قلت لك سنيه صاحبي وماشي شغلك انت. وقلت المدير جهوي، مدير جهوي. بينما حنا او لا ما نهضروش عليه حنا المهم حنا داكشي اللي تعرضنا له، اللي تعرضت له انا مثلا، وانا نقول لكم علاش اللي تعرضت له، يعني انتهاك لحقوق الانسان. انا نقول لكم شنو من بعد نكمل على دريس، ونقول لكم علاش تعرضنا حنا لانتهاكات كبيره ديال حقوق الانسان. وحط هذيك الفلوس، حط الفلوس وخذ هذاك الدعم ولا قرض ولا ما عرفتو شنو هو. لا سينيسيس كتسال دريس الدرادي 4 المليار، 4 المليار ما تقدر دير معاه والو، عنده نفوذ وقيلا خارج هاد الارض هذه، عنده نفوذ خارج هاد الارض هذه. بينما المواطن العادي الا ما خلصش 120 درهم ديال 2400، ما خلصش 120 درهم ديال الامو ولا الدعم ولا شي حاجه، قالك تيحبسوا عليه الدعم، شي حاجه ما تنعرفش حيت انا ما دايرش امو، ما عرفش انا القوانين وما عرفش. قالك المواطن تيخلص شي حاجه، قالك تيحبسوا له الدعم ولا مشى امو تيقولوا له انت ما خرجتش الورقه ديالك ولا ما خرجش، المهم كيلقى عراقيل على 120 درهم في الشهر الا ما خلصهاش. شوف فين عايشين، شوفوا فين عايشين، شوفوا فين عايشين ومع من عايشين. قال لك هذه دولة الحق والقانون، والمواطنين كساوية، المواطنين سواسية، والقانون كيطبق على كل شيء، والقانون الا كانوا هذا الشيء انا تنقول كذوب انا نتحمل المسؤولية، الا افتريت على هذا السيد الكذب انا نتحمل المسؤولية. حنا المواطنين، حنا في دولة الحق والقانون، في دولة الحق والقانون، والمواطنين سواسية امام القانون، والمواطنين سواسية امام القانون. شرديمة ديال الناس بدو، وانا مع احترامي للبدو، انا تاني راه بدوي، ولكن اصلي ماشي بحال اصله، اصل جدي محمد بن علي ماشي هو اصلهم. حنا ماشي ما نقدروش نديرو، حنا فعلا ما نديروش الجرائم، ما تسمحلناش نفسنا نديرو الجرائم، ولو نكونوا واخدين الكارشي من عند عذرين، ماشي نكونوا واخدينهم عند بشر بحالنا بحالو، نكونوا عاطيه لنا يا ربي تسمح لي جاي ما نقدرش نطاولوا على الناس ولا نديروا هاد الخروقات هذه. تنقول لكم القرض الفلاحي كيسالو 8 المليار، دخل سامسونيت ديال 4000 ديك اللي كتجر، اللي ما كنبغيو نعمروها، كنعمروها تنبغيو نسافروا سراول وتتبقى خاويه وتدير 2 ملايات وتتخاويه، هو مدخلها ب 4000. وقال المدير ديال القرض، المدير ديال الوكاله، واش مدير جهوي او لا مدير، قال له معمر شي دعم ولا معمر شي حاجه، تيقول له خرج عنده تيقول له الحاج راه بزاف هذا المبلغ، تيقول له قلت لك سني، وبحال هذه اللغه قسما بالله تيعرف لي صاحبي، تيقول والله الا بحال هذه اللغه هذه، تيقول له قلت لك سني يا صاحبي، انت ماشي قلت لك سني. هذا هو القانون. منين هو تيدير هاد الجرائم كلها تنقول لكم انا، تيصبحوا عليه القياد والباشا والقياد ديال المنطقه والموظفين نهار العيد، ويا ويل اللي ما صبحش عليه، يا ويل اللي ما صبحش عليه، فهمتوني؟ يا ويل اللي ما صبحش عليه. تيعطيك قال واحد السيد حنا الناس تعطينا الولاء ولا ما نعطيو الولاء، حنا راه سلاطين، قال له لا ما عرف، حنا راه حنا شي حاجه، حنا راه حنا تنحكموا لما نعرفوا لا يحكمنا حنا. والدليل هو على انهم عمر ولده عنده فيسبوك وعنده انستغرام وعنده هادشي ديال السوشيال ميديا، واش فايت نزل شي تصويره راه في وسط القصر وصحاب الولاء ولابس جلابه. سمعوا 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 سمعوا، هذا الشيء خطير بزاف.
هذه جرائم لا تعد ولا تحصى. وصلت به الجرأة، وصلت به الجرأة لحقاش أنا كمواطن عادي من خلال التحليل ديالي كان عنده مشكل مع عبد الواحد الخلوقي. عبد الواحد الخلوقي كان عنده معاه مشكل، مشى حط سيارة. أنا ما كنجيش مع عبد الواحد الخلوقي ورب العزة إلى كلام الحق، حتى هو ذنب وحتى هو جرم، وأنا وقفت في محكمة الاستئناف ضده وداعيني وتحكمت. ما عرف شنو وصلت للاستئناف. المهم كلشي راه موجود. تحط الطوموبيل باسم عبد الواحد الخلوقي في الوراق، وعملة وسلاح ناري. شوفوا شوفوا استهتاء، شوفوا يعني التطاول على المؤسسات، تطاول على المؤسسات. وماشي في الاقليم ديالنا، نقول له كان في الاقليم راه حاكمها، اقليم اخر، اقليم الخميس، اقليم مكناس. سياره مزوره فيها ورق مزورين. شوف التطاول ديال وهاد الفرقه وهادي. ما لقيتوش نتوما صاحب هاد العمليه طاول عليكم. يعني احتقركم. ادريس الراضي احتقركم، ادريس الراضي احتقركم. ولكن حنا كطاولوا علينا، حنا كطاولوا علينا، فهمتيني؟ حنا كطاولوا علينا. تعرضنا للحق، راه وقفه احتجاجيه كطالب بحق مشروع، كتلقى القمع، وما كاينش اللي يحميك من القمع ديال السلطه. ما كاينش اللي يحميك من القمع ديال السلطه، رغم ان تتنتهك حقوق الانسان، تتنتهك الحقوق ديالنا. حنا طالب مشروع، كطالب عندك مطالب مشروعه، عندك مطالب مشروعه، المطالب ديالك مشروعه، المطالب ديالنا كتكون مشروعه. الواد الحار على دابا زهانه مظلمه، مثلا زهانه مظلمه ما فيهاش الطريق مره، ما فيهاش طريق. الواد الحار ما كاينش عندنا، الكلاب الضاله. وبالرغم من ذلك كنهضروا على مطلب مشروع وكتبينوا علينا العضلات ديالكم، وانتم ما كتسواو حتى حاجه. والله شو كيما نتوما حاقدين عليا انا حاقد عليكم. انا كنعرف اخر واحد فيكم وخا يسلم عليا وخا حاقد. ما تنساوش هذاك الشيء اللي درت، وانا ما غنساش هذا الشيء اللي درتو فيا. اسمع، الله يحفظك خويا، الله يكبر بك. نتوما ما غتنساوش هذاك الشيء اللي درت فيكم، وانا ما غنساش هذاك الشيء اللي درتو فيا. نهار تاح الفرصه غادي، نهار تاح لي الفرصه غنتقم كل ما حقرتوه عليا، كل عقر حقرتوه عليا. انا كنت نطالب بمطالب مشروعه، وديما كتقمعونا كتنزلوا لنا بالزراوط دائما. ودريس الراضي جاو الموظفين ديال الهولدينغ الملكي. واش غادي نقول لكم غير واحد النقطه، هاد دريس الراضي وكون كان شي نظام اخر ديال عبابو نجح ولا هو اللي تيحكم المغرب، ولا نظام داك المنبه اللي كتسميوه نتوما بوحمارك وكان هو نجح في داك التمرد ديالو مثلا، والسلطان ديال السلطه اللي كان هنا ما ساعداش فرنسا وغلب وتغلب، ولا مثلا كتقولوا نتوما بوحماره هو داك الزرغوني المنبه شي حاجه سميتو بحال هكا. واش غادي يكون هاد الدريس راضي بهذا الشكل هذا؟ الله امين خويا امين. ومن النصر الا من عند الله، وما النصر الا من عند الله. وحنا الحمد لله وكلنا امرنا لله عز وجل، وكلنا امرنا لله تعالى. فهموا معايا الخوت، نديروا هذا دريس الراضي بفضل نظام الحسن الثاني ونظام محمد السادس باش ولا بهذا الطرا يعني، وتحمى بهاد يعني تحمى بهاد تحمى من يعني من العقوبه ومن القانون ديال هاد الجرائم اللي كان تيدير. تحمى واش كون كان في شي نظام اخر تيحكم المغرب، واش غيكونوا بحال دريس الراضي وبحال داك هشا اللي كيسرق وكيختاس الاموال، تيختاس الاموال وتحكم مع شحال عنده من قضيه، مع شحال عنده من قضيه، هو عنده قضيه في المحكمه وتيقرا نصرك مولاي وتيقرا زعما الولاء والطاعه. واش اللي تعطي الولاء والطاعه واش خصو يكون شفار؟ خصو يكون مجرم؟ انت ملي غادي تعطي الولاء والطاعه للملك البلاد واش غتكون شفار؟ علاش زعما كاينه زعما حميوني انا، شوف انا موالي لكم. وهذا هذه دوله القوالب، هذا المغرب دوله القوالب. الدوله عارفه راه هذوك راه مع موالينا، يعني الموالاه ديالهم راه مغشوش وكتبرد غديده في المواطن، لاعبين ضامه. والاخرين ملي كيحصلوا تيبقاو يديروا تصاور ديال الرايه وتصاور ديال الملك تتهموا به
ويبقى لك في الصبح في التدوينات نصرنا وصحراؤنا وكذا، زعما كي ناس راه كدافعوا. ايوا سير ولقيتو بوقرن، لقيتو القرون، سمعتي لقيتو القرون. هاد الدريس الراضي اللي ما لقاش لي يحدو، يعني دولة فيها المؤسسات، فيها الأمن، فيها الدرك الملكي، فيها الأمن، فيها الدرك الملكي، فيها مثلا تيتسيني على هادشي، او تيتسيني على قولوا لي خوتي، واش انا كلامي على صح؟ لو كانت دولة المؤسسات، دولة ديال المؤسسات، المغرب دولة المؤسسات كما يدعي دولة المؤسسات، واش إدريس الراضي غادي يدير هاد الجرائم كلها وغادي يتحمى منها وغادي يدير 400 ولا 500 المليار، يعني يدير 400 ولا 500 المليار السنتيم وغادي يخرج منها وما غادي كي غيدير لها شنو نوع التجاره اللي غيمارس؟ صوت. واش دولة المؤسسات ودولة تقولوا عندها مع شحال من قرن غيجي واحد زنديق لا اخلاق لا رجوله لا شجاعه لا قيم لا نبل؟ دابا هو المشكل الغالي في الامر، هو دابا ملي ولا لاباس عليه ولا تيمثل البرجوازيه، كيظن هو واش هو من سلا من الدماء البرجوازيه اولا من دوك الدماء النبيله. هو مجرد مؤخرا ماشي كيستيون فقط تيخطف البلايص، راه الانسان يكون نبيل راه واخا ما يكونش عنده، راه يكون ماشي مساله عنده لاباس عليه هو عاد نبيل اولا دماء طاهره ولا لا ماشي دماء طاهره، ماشي دماء طاهره. شنو هادشي هذا؟ سمعوا الاخوان وشوفوا شحال ديال المعامل دار لها الافلاس وشرد اسار امام مراه ومسمع من مراه من الدوله ومن الاجهزه، معامل تتقطع، معامل دار لها الافلاس، معامل سولولوز. غادي نشوف سولولوز، راه ما سولولوز كان تيخدم واحد العدد كبير ديال الاسر كانت مستافده منه. وقالوا لي واحد الناس كانوا خدام الكاميون كيتعبر بعض المرات خمسه، الكاميون اللي كينجيب 3 المليون ديال السلعه كيولي يشد فيه 12 مليون، الا يعطي واحد الموظف 1000 درهم. لا الدوله والاجهزه ما غتثقش الاخبار ديال هذا، ما غتثقش الاخبار. ضربوا انتم الاخوان. واو بالله مسترجم وجدنا وضرب انت مال. السلام خويا. وعليكم السلام السي رشيد. يعني يقول لك الشيطان، اهل الشيطان اخويا ديما منتصرين، اهل الشيطان سبحان الله العظيم ديما منتصرين. غايب هو ديروا جيم اخوتي باش ديروا لي جيم باش انا ما كنعرفش هادشي ديال لي جيم، ماشي باش غير نربح شي حاجه كونيت. واو ويدي خويا الكونيكسيون عندي مزيانه وتيمشي. المعامل اللي دار ليها فايت، معامل. وحتى داك معمل ديال السكر داروا له هما اللي سناو عليه هو وقيلاو عبد الواحد الراضي، سناو باش تهز من هنايا. معمل السكر كان تيخدم تيسينياليو اخويا، تيسينياليو سمعتي تيسينياليو. معمل ديال السكر كان تيخدم عدد كبير ديال الاسر وكانت المنطقه مستافده منه. شوف شحال مستافده منه. كان تيخدم، كانت اليد العامله اللي منور اليد العامله كان البيب الكلاء البهائم، وكان واحد الجدور هذاك الزنيطيط ديال تا هو كيتباع، كيديوه الناس بالشاريون، كانوا تيديوه يعطيوه للبهائم ياكلوه. والبيب كلاء البهائم سدوه. كون اكيد عندهم يد في هاد، عندهم يد. سولولوز ديال سيدي حي سدوه داروا له فايت، وقال لك هو انا ما سمعت انا واحد الحلقه ديال تحفه و هو ولا تيسالهم قال لك 8 المليار وكذا 8 المليار وحجز ليهم على الارض. الدوله المغربيه قال لك عطاتنا. شوف هو واحد حاروا معاه واحد، والبلطاجيه ديالو شحال مستافدين، اللي مسيطر على قطاع النقل، اللي واحد هو جا خدا عندنا ارض هنايا خداها بدون موجب حق. جاب واحد السيد وداروا له 12 شاهد ودوزوا له واحد 17 قطار هي عندنا هنا داخله للمجال الحضاري بريال بدرهم ونص للمترو، ولا ما دا مسكين دا شي 2 مليون ولا 3. 17 و12 بلاتي 5 اللي ساكن فيها الناس
غتكون وقيلا شي 17 قطار ولا 18 قطار. عطاو السيد وقيلا شي 20,000 درهم ولا 30,000 درهم. جابوا الناس شهدوا بانه ولد القايد ابراهيم، ولد حسن، ولد سي محمد، ومسكين و وواحد صاحبه مسيطر على، عطيه الولاء، عطيه الدرس راضي الولاء، مسيطر على قطاع النقل. دابا نساليو من ولاد الراضي، باقي عندنا حلقات معاهم. غندوزو للسلطه المعينه الجديده. غندوزو، بقات واحد النقطه غادي نمررها. حفر في كل فوارم ديالو، في الفوارم ديالو حفر الابار، بحال فيما بغى يحفر. بينما مواطن عادي تيجي يحفر بير، مواطن عادي تيجي يحفر بير، تلقى عراقيل وخطيه ويسدوا ويحجزوا له على المطاريان باش يحفر. دريس الراضي والله العلي العظيم ما نكذب عليكم، انا كان عندي واحد من الاقارب ديالي خدام في دار الضوء في المناصره، قال لي منك سمعوني مزيان، قسما يمينا نتحمل مسؤوليتها، والشخص واخا خرج لا لوطريت نولي. قال لك ملي تنبغيو نمشيو تيخدموا بالضوء تيسقيو بالضوء، قال لك ملي تنبغيو نمشيو نديرو ديك نعاينوا داكشي ديال يعني باش نثبتوا عليهم، تيقول له تيوقفونا في الباب، تيقول له خويا تناخذوا لورد من معدمو الفيرما، وتيعطلونا بواحد الوقت كبير. قال لك واحد الوقت كبير تيعطلونا، تا تيحيدوا داكشي على خاطرهم، وهذاك الشيء عاد تيقولوا لهم دخلوا، تا ما تيخليو الاثار، تحيدوا الاثار، تحيدوا الخيوط، تحيدوا كذا، عاد تيقولوا لهم دخلوا يعني 2 سوايع ولا 3، تا تيحيدوا داكشي على خاطرهم. والمدير ديال كان تابع الوقيله سيدي حيه كتحكم في قنيطره، وقيله قنيطره كانت تتحكم في تلك، مدير ديال دار الضوء، المدير ديال الاداره الكبيره ديال، ما لا يحرك ساكنا، حتى واحد ما تيقدر يتحداه، حتى واحد ما تيقدر يتحداه. وعنده واحد السيد كان تيترشح معاه في النواحي ديال المناصره، في الاتحاد الدستوري، كان تيتناضل واحد العائله بدا تيكبرها، واحد هو تيكبر هو اللي كيصغر. داك السيد بدا يفرعن حتى هو، وقع له شي مشكل مع شي دراكي، مع الجدران ديال ديك المنطقه وهذه، وضربوا وكذا. قال لي يا السيد حاضر، حلف لي بالله، قال لي تا حاضر. قال لي منين تيتسناو جا، قلت تيبقاو يتسناو الطوموبيلات، قلت يتسناو ما كيسمعوا، جا تيبقاو يتسناو جاي هو بوفد معاه، وعاد كيتسناو الاخرين توفروا له الحمايه. قال لي بقى يغوت عليه، قال له مالك معاه؟ قال له لا السيد رئيس رافع عني وتركني. قال له لا داك الشيء اللي تنعطيك انا ما تنعطيك لهذا النهار هذا. قال لي وغوفل عليك قدامنا وامام الملاء، وموظف ديال الدوله، مشى بحالته، موظف ديال الدوله اللي خصو يحمي ارواح الناس وممتلكات الناس، موظف ديال الدوله. سمعتي؟ يعني هاد القوه هذه ملي غيكون جابها في نظركم نتوما؟ انا هادشي محيرني، هاد القوه ملي يكون مستمده. واش عندنا مثلا سي سليمان شي منطقه متنازع عليها بحال مثلا المشكل ديال الصحراء ويعطيو هاد النفوذ كلها؟ سي سليمان راه داخله وسط الدوله، ما عندها حتى مشكل، يعني ما عندها حتى صراعات مع الدوله باش على استقلال ولا هذا، باش نقولوا حنا واحد من الاعيان وغنعطيو هاد النفوذ كامل. فهمتيني؟ واحد من الاعيان وغنعطيو هاد النفوذ كامل. كي جاكم هادشي؟ انا جاني هادشي غريب اخوتي، انا والله العظيم لا جاني غريب هادشي هذا، جاني غريب. دوله عندها مؤسسات، عندها اجهزتها، عندها قانون، عندها دستور، عندها ملك، عندها رئيس البرلمان، عندها رئيس الحكومه، عندها رئيس مجلس المستشارين، عندها رؤساء مدراء ديال الاجهزه على اعلى مستوى، مكونين تكوين غير عادي. وشخص واحد، ديروا خوتي اللي جاي نديروا شخص واحد لقيتو مع هذا، لقيتو مع لقيتو معاه مثلا صعوبات باش يعني باش تحدوا له من التمادي ديالو، من الجبروت ديالو. دوله عندها ملك، عندها رئيس حكومه، عندها رئيس برلمان، عندها رئيس مجلس المستشارين، عندها مدراء ديال الاجهزه، عندها وزراء مدراء ديال الاجهزه على اعلى مستوى. يعني احنا ما كنشكوش في القوه ديالهم، اولا كنشكوا يعني في الاداره ديالهم. ولكن الشخص بهذا الشكل هذا، والمواطن كله، هادشي اللي كنقولوا المواطن كله تيداولو، هادشي اللي كنقولوا انا المواطن كله كيداولو، كيدخل لك الشك، وهنا تتبان على ان الدوله فاسده. هادشي اللي كيدور، والله العظيم هادشي اللي كيدور،
والله العظيم الا هادشي اللي كيدور. ملي كيبقى يهضر بنادم كيبقى يهضر يقول لك اخويا راه تيجي من الفوق، هادشي راه باين، هادشي جاي من الفوق، هادشي فهمتيني ديما الفوق. انا بغيت نعرف هاد الفوق شنو هي. مثلا دريس واش عنده شي تحالف مع شي قوه اكثر من الدوله اللي كيعيش تحت السياده ديالها؟ واش عنده شي نووي في الدار الا بغى يطبقوا عليه القانون يبرك على شي بوطونه يفرقع هاد المغرب؟ كيفاش كلشي تيخاف منه؟ قال لك حنا الناس، حنا قال لك حنا تيعطيونا الناس الولاء، علاش من نعطيو الولاء بهاد اللغه؟ والقياد ديال ديك المنطقه اللي تابعه له، النفوذ اللي تابعه له ديال المنطقه ديالنا، كانوا كيصبحوا عليه في وقت وزيد واحد القضيه، في وقت واحد رئيس قسم الشؤون الداخليه كان سميتو امين. هذاك امين قال لك هو كان قايد في القصيبيه ودخل له كذا وردوا رئيس قسم الشؤون الداخليه عندنا في ديك الفتره ديال الربيع العربي. هو جا في ذاك الربيع العربي وكان مواليه يعني بواحد الشكل كبير، كان مواليه بواحد الشكل كبير، موالي دريس بواحد الشكل كبير. تقول هو صاحب الفضل، ماشي الملك اللي عينه، ماشي الملك، لا دريس الزيو كان تيقول لك هو صاحب الفضل عليه، فهمتيني. وجا تا هو دا الشكاره ديال الفلوس، دا الشكاره ديال الفلوس ومشى بحالاتهم.